فجأة بتترمي قنبلة في ساحة المعركة على جندي سمين، فالجندي ده بيغطي القنبلة بجسمه، وبالرغم من كده القنبلة ما أذتهوش تماما. وبعد ما شاف كده الجندي استمر في المعركة، وبعد شوية قنبلة تانية اترمت وجندي تاني عمل نفس الشيء وغطى القنبلة، لكن القنبلة في المرة دي انفجرت بشدة، وجه واحد عشان يوصل رسالة للجنود، وكل جندي اتندى اسمه عليه قام من مكانه غصب عنه واتقتل على يد القناصة. والراجل اللي بلغهم بالرسالة كان بيتفرج على عدد الجنود اللي بيقل، وحط الظرف في جيبه بسرعة. ولما الضابط جه عشان يعرف اللي بيحصل، جندي جديد حط حاجة على كرسي الضابط، ولما الضابط رجع وكان ناوي يعاقب الراجل ده، الألم في مؤخرته خلاه يقوم، وبعدها اتقتل هو كمان على يد العدو. والجنود كانوا عايزين يخففوا الضغط بالتدخين، بس مفيش نار في الخندق. والجندي الجديد طلب دبابة واستخدم فوهة المدفع عشان يشعل السيجارة، والطريقة دي اتعرفت بين زمايله. وبعد شوية فضلت سيجارة واحدة بس، والجندي الجديد أخد السيجارة دي وقال إنه يقدر يعمل سحر. حط السيجارة في منخاره، وبعد كده استخدم ولاعة ضد أنفه علشان يدخن السيجارة الأخيرة.